السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وبخير. أتمنى اللي ما شافش قناتنا وأول مرة يشوفنا يشترك ويحط لايك ويفعل زر الجرس ويفعل الكل عشان يوصله كل جديد. أنا بحضر لماما الفطار، والله انا بصراحه يعني ما اكدبش عليكم، اتاخرت عليها في الفطار النهارده، اتاخرنا شويه يعني. بجهز كده اهوت ايه حاجات بسيطه. مكه كانت طالبه مني سندوتشات كده معينه هي بتحبها بعملها لها. ده عصير موز بلبن. احنا بنحب العصير على الفطار على فكره. سندوتشات ديت انا كده يعني ايه بدهن الجريل زبده، وعامله سندوتشات دهناها جبنه وجبنة شيدر ورومي وفلفل ألوان وطماطم، وحاطة هريسة شطة، هريسة الشطة الحمراء فظيعة. بعمل كده طاسة فول صغنونة، انا حاطه بقى في الزيت ده، انا حاطه زيت زيتون بصراحه. عشان ايه؟ ماما هتاكل منه، وماما متحرج عليها ان هي ما تاخدش دهون كتير، يا تاكل يا بزيت زيتون يا بسمنه بلدي. لانه ليه بقى متستغربوش سمنه بلدي؟ لان السمنه البلدي بتبقى طبيعيه ومش مهدرجه، ما بتتصلبش في الشرايين والعياذ بالله. انا حاطه زيت زيتون وفلفل رومي وفلفل حامي كده بسيط من الحراق، يعني بسيط كده. ونزلت عليهم بقى بكيس الفول الجميل دوت. بصوا، انا بصور بايد وبعمل بايد واحده، انا ما فيش ستاند. انا بعمل ايه؟ لان زي ما قلت لكم بنجيب ستاندات بتتكسر. فبالنسبه على الرخامه، انا بسند الرخامه على اي حاجه كده، بسند الموبايل على اي حاجه كده على جنب وبصور. اما البوتاجاز فببقى ماسكه بايد وبعمل الحاجه بايد، بصور بايد وبعمل الحاجه بايد. حطيت الفول. دي هريسه شطه اللي حطيتها عليه، وهي فيها ملحها تمام، فانا ما حطيتش ملح لان هي ملح كفايه. وعصرت عصره ليمونه محترمه وحلوه قوي. على كده ماما مش بتحب الكمون على الفول ابدا. العصير اهو، بصوا انا برضو يعني شغاله بصور بايد وبعمل بايد تاني. كويس ان انا ما دلقتش العصير، يعني الواحد بيبقى بيلوش مش شايف هو بيعمل ايه. عصير موز بلبن حلو قوي جميل. بألف هنا وشفا على قلبكم. اتفضلوا معانا يا جماعه. طبعا انا هطلع بالفطار دوت، امي هتجري ورايا تحدفني باي حاجه في ايدها ان انا اتاخرت عليها فعلا. دي سندوتشات كده انا عاملاها لمكه، ودي السندوتشات الفظيعه برضو اللي هي ايه بتحبها برضو مكه اهي. فظيعه 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 فظيعه، طعمها روعه. بس ماما مش هتاكل منها لان ماما تعبانه ومتحرج عليها الدهون كتير. يعني ماما اخرها تاكل من الفول ومن الجبنه. فطار بسيط قوي. لقمه هنيه. اتفضلوا معانا يا جماعه. يا رب الفيديو يعجبكم. خليكم معانا بقى اما نشوف ماما بقى ايه رد فعلها على الفطار هيبقى عامل ازاي. يلا. يلا بسم الله. شو كم شو. طب عايزه عسل؟ اعمل لك سندوتش عسل. ما فيش، ما جابوش سكينه. اجيب لك سكينه؟ في سندوتش مربى هنا ليها. انا عايزه معلقه. طب اجيب لك، حاضر ثانيه وهجيب معلقه مربى بقى. ده ايه؟ ده جبنه شيدر وجبنه بيضه، جبنه نستون وشيدر مع بعض. ده ايه؟ وده جبنه بيضه وشيدر وهريسه شطه وفلفل وخس كابوتش. ده عسل؟ طماطم عسل. انا هاكل فول من ده وخلاص. كل هنا وشوف. انا بقى يعني مش عايزه ان الفول يبقى كده تقيل عليا. ما عملناش سندوتش عسل. ما فيش معلقه. خلاص طب حاضر. تعالوا افطروا معايا. انا بقى ايه عملنا امبارح فيديو، عملنا كفته مشويه على الفحم. عملنا كفته مشويه على الفحم حلوه حلوه. بس هقول لكم على حاجه بالامانه، يعني بالامانه عشان بس ما ضمنكوش يعني.
هي كانت حلوه وكل حاجه وجايبينها من الجزار والله العظيم 3. بس هي ايه كانت محتاجه ان احنا نحط فيها ايه كميه من الدهون، يعني نعمل شويه ليا شويه دهن. لازم الكفته يتحط لها دهن، لازم يبقى فيها سوائل الدهن دي عشان هي اللي بتحليها وبتخليها ليها فيها طراوه. والطعم طبعا هي الطعم رائع جدا وجميله، بس هي عشان بس ابقى صريحه معاكم ما اضللكوش لازم تحطوا لها دهون، احنا ما حطيناش، فبالتالي هي يعني ما دخلتش دماغي قوي. ايه ايه رايك ايه رايك في النور الكفته؟ قطع علينا. والنور قطع علينا. ايوه برافو عليك، اسم النور الله قطع عليك. والنور قطع علينا واحنا بنشوف اه الكفته. طبعا ادي سندوتش العسل، فالنور قطع علينا وكنا بنلطش والله، في حاجات ما صورناهاش كتيره، لكن انا اللي محضره الفحم، وانا اللي محضره العجينه بتاعت الكفته، وانا اللي عامله كل حاجه. بس هو جوزي بقى جه ايه قعد يعمل يعني كده، اصل هو بيرجع يقول لك ايه انا اللي عملت الحاجات. لا هو ما عملش حاجه، انا اللي مجهزه كل حاجه، هو كان تحت، هو كان في الشارع. حلو. لكن زي ما قلت لكم الصراحه في حته الكفته لازم تحط لها كميه من الدهن. يعني لو جايبه كيلو لحمه مثلا مفروم تحطي معاها مثلا قيمه ربع كيلو اللي هو الدهن الشغل دوت او اللية، عشان تديكي بقى الكميه اللي هي ايه فيها طراوه وفيها طعم وحلوه جدا. هي ما قالتش لا، بس احنا غلطنا برضو ان احنا ما حطيناش. بس احنا سالنا الجزار، كنا عايزين نجيب اللي هو المنديل بتاع الكفته الطرب. فالراجل قال انا اما ابقى اذبح بالليل، كان وقت اتاخر طبعا، فعملناها كده، عملناها من غير ما نعمل دهون فيها. لكن هي كانت رائعه وحلوه جدا. وعملنا جنبها رز. في فتره النور كان قاطع بقى عملنا الرز في ايه، عملنا الرز كده من غير تصوير ومشينا الموضوع يعني. لكن هي حلوه، يا ريت تتفرجوا على الفيديو ده. عارفين قعده الفحم والحاجات دي جميله جدا وكانت مدفيانا قوي. وحتى العلبه وقاعدين على البلاط اقول لهم هو لم الفرش عشان ايه، لان البتاع سخنه قوي هتحرق السجاجيد وهتحرق الحاجه. فمكه وعاليه بقوا قاعدين على البلاط، بس هما الاوضه كانت سخنه نار من الفحم، كانت مسخنه الدنيا وحلوه قوي. ماشي. فاتفرجوا على الفيديو ده بقى، زي ما قلت لكم انا صريحه ما دخلتش دماغي قوي عشان من غير دهون. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده موز باللبن بقى بنتي عاملاه، وعامله لنا فطار كده. انا اتاخرت في الفطار طبعا، مش عاملاه. وعامله لنا فطار اهو سندوتشات حلوه جدا، وكمان سندوتش ودول عسل. حلوين، وكمان سندوتش عسل. وعسل نحل عسل نحل. خلاص بالطماطم وجبنه اهو اكل حلو. خلاص. يلا اشربي العصير بتاعك. هتشربي شاي ولا قهوه بلبن يا ماما؟ لا انا هشرب شاي. انا ما شربتش الشاي ساده امبارح خالص. ايه رايكم؟ اتفضلوا معايا. بصوا انا عامله ازاي، بردانه بردانه وعيانه، وما عملتش حاجه النهارده الا صليت بس بصراحه. يا ريت بقى تشوفوا الفيديو اللي عملته رشا ده. لو عجبكم الفطار اللي عملته ده اعملوا لايك. لو ما عجبكوش الفطار قولوا لها خدي وريحي على جنب شويه. بصوا الطبليه جايبها لي بقى على السرير، واخدين بالكم؟ اكل حلو عايز لمه. يلا كل يلا. هذا عصير بتاعي. خد كل. هذا عصير بتاعي. العصير اهو يا ضنايا، اهو يا روح اهو. اشربي يا قلبي. ماشي. اعملوا لايك للفطار بتاع رشا، وخشوا على بتاع الكفته ان شاء الله هنعمله، يعني لسه ما جهزناهوش. وان عجبكم برضو يعني شوفوا انتوا هتقولوا لنا ايه. بس بحط دهون للكبده للكفته، حط شويه دهن كده اللي تفرموها معاها حته ليا بقى، يا ساتر هتبقى حلوه جدا. ماما وهي كانت حلوه، بس زي ما قلت لكم الدهون عشان ما اقدرش اضللكم، ما اقدرش اضللكم.
اوعوا تعملوها من غير دهون زي ما انا عملتها. خلاص، باي باي بقى، نشوفكم على خير.